وجه محمد مصلح الرئيس الشرفي لنادي الاتحاد السكندري وعضو مجلس النواب في الإسكندرية رسالة خاصة إلى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة بشأن دعم ومساندة الأندية الصغيرة والشعبية والتاريخية في مصر، نظرا لما تواجهه من تحديات ومشاكل بالجملة في سبيل بقائها على الساحة الرياضية. وقال محمد مصلحي خلال مشاركته في ندوة الرياضة في الإسكندرية بين التحديات والحلول، والتي استضافتها محافظة الإسكندرية مساء الخميس الماضي بحضور كل من جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وأيمن عطية محافظ اسكندرية، إن الرياضة السكندرية محتاجة شغل كتير من الوزارة، مشير إلى أنه بحكم توليه المسؤولية في رئاسة نادي الاتحاد السكندري لسنوات عديدة، فإنه يرى أن هناك مشكلات كثيرة تواجه الأندية الصغيرة والشعبية والتاريخية تهدد مصيرها. وأوضح أن هناك أندية صغيرة محتاجة إلى دعم ومساندة كبيرة من الدولة، مشيدا بزيارة الوزير إلى النادي الأولمبي العريق باعتبارها لفتة طيبة للكيان الشعبي الكبير، على الرغم من احتياج النادي الأولمبي لعدة زيارات وليس زيارة واحدة. واستطرد محمد مصلحي: يصعب علي أن أندية شعبية تاريخية مثل الترسانة والمنصورة والإسماعيلي والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري ما تبقاش في الدوري. مفيش بيت في مصر مش بيحب الاتحاد السكندري والإسماعيلي والمصري والترسانة إلى جانب ناديه المحبب له، حتى لو كان بيشجع أي من الأندية الأخرى. وتابع مصلحي: لابد من فتح الملفات الخاصة بالأندية الشعبية والتاريخية والصغيرة حتى ينعكس إيجابيا على المنظومة الرياضية في مصر وخاصة كرة القدم، مضيفا: لو ما كانش واحد زي كامل أبو علي في المصري ومحمد سلامة في الاتحاد السكندري وغيرهم في الأندية الشعبية مش هتبقى موجودة. ووجه حديثه للوزير قائلا: أنا أمنتك قبل كده وبأمنك تاني على الأندية الشعبية، لأنها للأسف مهددة بالزوال إذا لم يكن هناك دعم ومساندة من الوزارة. فلولا الدعم الموجه لها من القيادات الحالية لم تكن لترى النور. وأطالب الوزير بوضع مشكلات ومعوقات الأندية الشعبية في دماغه. وعن مشاركة الوزير في الندوة قال محمد مصلحي أن اللقاء يحمل أهمية كبيرة خاصة في التوقيت الحالي لاستعراض ما تعاني منه الأندية الرياضية في الإسكندرية خاصة وفي مصر بصفة عامة. وشارك في اللقاء رؤساء الأندية الرياضية في محافظة اسكندرية، وهم محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري، ومحمد بلال رئيس نادي سموحة، وأحمد حسن رئيس نادي سبورتنج، وعمر الغنيمي نائب رئيس نادي سموحة.